السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض صينية بطاطا في الفرن. دي مقاديرنا: 2 كيلو بطاطا سلقناهم وغسلناهم الأول كويس، وسلقناهم وقشرناهم وهرستهم بالهراسة. هنا معانا سكر كوباية كبيرة، هنا كوباية كبيرة برضو بشر، هنا كوباية زبيب، هنا كوباية زبدة. اللي مش متاح عنده زبدة يحط سمن، يعني يا زبدة يا سمن، بس انا عندي الزبدة اهي جميلة هحطها على البطاطا. هنا هنبدأ بقى نحط المقادير بتاعتنا. هنبدأ بالزبدة، هنفرغها اهو قدامكم. معلش الدنيا حر فهي ايه في البرطمان سايحة، مبتبقاش رابطة قوي. هننزل عليها السكر، هننزل عليها البشر، هننزل عليها كوباية الزبيب. هنقلبهم بقى بالمعلقة الكبيرة. دي بتبقى صينية جميلة وريحتها تحفة. انا هضيف لها برضو ايه نطرة فانيليا معلش فانيليا. صينية البطاطا ديت لما تعملوها يا حبايبي في الشتاء في الصيف طعمها تحفة جميل، وبتغذي مغذية جدا لأطفالنا، فهي مفيدة بصراحة، مفيدة للصغيرين والكبار. أنا بعلم بناتي الحلوين يقوموا يتسلوا كده هوت ويجيبوا البطاطا ويعملوها كده ايه في المطبخ، يسلقوها ويقشروها ويعملوا الصينية دي. انا عارفه ان في بنات حبايبي كده يقوموا الوقت اهوت هيعملوها كده. اتقلبت في بعضها اهي، ريحه الزبده جميله، هي اللي بتطعم البطاطا بصراحه. هنا انا جبت القوارب بتاعتي، حطيت فيها زبده ودهنتها اهي من الحوافي عشان يبقى لها ارضيه حلوه مقرمشه من تحت، فانا ما بحبهاش تخين. انا هقسمها على القربين قدامكم اهي يا حبايبي، مع ان هي ما شاء الله يعني كتيره برضو. انا كان نفسي تبقى رقيقه عن كده. اللي ما بيحبش البطاطا سليمه هيحبها صينيه. نحط في التاني برضو علشان ايه القسمه بالحق، عشان ما فيش واحد يتظلم عن التاني. هنا يا حبايبي حطينا اهي البطاطا سويناها خالص، وحطينا مسحه زبده خفيفه خالص على الوش، ولعنا الفرن وهندخلهم اهو 10 دقايق تحت و5 دقايق فوق، يدوب الوش يحمر ويقرمش كده ونروح مطفين عليه. البطاطا طلعناها اهي من الفرن جميله جدا، ناشفه، شوفوا وشها يخربط خالص، اهي ناشفه من فوق وسايحه جدا من تحت اهي. شوفوا ما شاء الله عليها وعلى جمالها، تحفه تحفه، جميله 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 والله تحفه. اعملوها مش هتندموا. البطاطا رخيصه في السوق وحاجه يعني في متناول الجميع، يعني ما هيش غاليه ولا حاجه، وسهله جدا. ما خدتش حاجه، ما خدتش يمكن نص ساعه سليق وتحضير، ودخلناها الفرن وطلعناها، ولا اي حاجه. اسهل من اي حاجه حلويات. اليوم اللي ما فيش فيه حلويات نعمل بطاطا، مش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، اهم حاجه تعليقاتكم الحلوه ليا. ما شاء الله عليكم حبايبي، اشكركم واستودعكم في الله. دمتم في امان الله، مع السلامه.